بس شفت الواد ميسي عمل ايه يا ابني بس بص، طب اسمعني بس اسمعني، هقول لك على حاجه خليني اقول لك. يا سيدي رونالدو ده على دماغي وانا بحبه اصلا. معلش، ما اسمعني يوه يا محمد اقفل يا محمد، اقفل يا عم انت. يعني تقول لي رونالدو الاقوى ورونالدو الاحسن يا عم؟ ماشي ما قلناش حاجه يا عم. هو عمل من المنتخب البرتغال حاجه كبيره جدا، ما فيش مشكله يا عم، ما قلناش حاجه. طب محمد اقفل يا محمد، اقفل يا محمد، عندي حلقه يا محمد، يلا سلام يا عم، او ده اللي احنا بنتكلم فيه يا جدعان. بلاش تعصب في الكوره، بلاش ميسي الافضل، بلاش رونالدو الافضل، بلاش الفكره في اللي هو البطل الاوحد على الاطلاق. مفيش الكلام ده. رونالدو، الناس اللي تعرفني يعرفوا ان انا بشجع ميسي شويه. الناس من الاخر يعني أنا مش بشجع ميسي، بشجع رونالدو بس. ميسي ورونالدو حاله استثنائيه في العالم، بس الفرق بسيط جدا، ان ميسي موهبه انما رونالدو اقوى رياضي في العالم. احنا معروفه. الراجل رجع من اجازه في مره من المرات في اختبارات لما كان في نادي يوفنتوس، كان يعتبر شبه 0% دهون. ده راجل محافظ على لياقته، محافظ على صحته، بينام 5 مرات في اليوم بصفه متقطعه. يعني انت متخيل ده حاجه؟ ده بحد ذاته اصلا الدكاتره بيقول لك ده نومه صحي جدا. انت متخيل بتنيم جسمك 5 مرات في اليوم؟ ما علينا، يعني ايا كان سواء كانت المعلومه دي صحيحه ولا لا، بس اعتقد ان هي موثوق فيها. ميسي من الحاجات اللي هي مش هتتكرر تاني، يعني حاجه زي مارادونا، ويمكن في اعتقادي الشخصي انا شايفها ان هي اقوى من مارادونا. ميسي طبعا مع تقدم الاساليب الصحيه والحاجات اللي زي كده، ميسي ممكن يلعب لحد 40 سنه، ممكن 45 سنه، ورونالدو كذلك. رونالدو لو استمر على دوت ممكن يحصل كاس العالم الجاي، ليه لا؟ يعني ان هو يلعب في سن 40 سنه. بالعكس، يعني انا شايف ان ممكن الاثنين اصلا نلاقيهم في مونديال 2026 ده هيبقى عنده 40 سنه والتاني هيكون داخل على 40 سنه، يعني تقريبا فرق سنه او كام شهر، يعني مش كتير يعني. المهم ان احنا عايزين نرجع لفكره متعصب لميسي، متعصب لرونالدو، المتحيز مش عارف لمبابي، والمتحيز لميسي، ان شايف مبابي ده سيدك، ميسي ده سيدك، مش عارف ايه والحاجات دي كلها. مفيش، ما ينفعش يبقى في اصلا الكلام ده في العصر ده. احنا تقريبا 20 سنه بنشوف امبابي، بنشوف ميسي، بنشوف رونالدو بيقدموا كل حاجه في الكوره، بيقدموا في كل ما يمكن تتخيله في الكوره، بغض النظر عن ان ميسي عمل اعجاز، ان رونالدو برضه عمل اعجاز. على فكره رونالدو ما فشلش، رونالدو عمل منتخب قوي. منتخب لاي حد دلوقتي بيجي ينافس منتخب البرتغال بيقول ده منتخب رونالدو. منتخب رونالدو خلى البرتغال تعلى. رونالدو بالاخر عمل البرتغال حساب. في اسطوره برتغاليه تطلع تنافس على كاس العالم، تنافس على اليورو، تاخد اليورو، دي حاجه مش سهله خالص. وكذلك ميسي، بس ميسي كانت شعبيته مش قليله في الارجنتين. طبعا لما توج بكاس العالم وبعد بقينا نشوفه دلوقتي، يعني خلاص الراجل فاضل له بطولتين ويبقى خلاص داني ألفيش تقريبا 42 بطوله، اكتر لاعب حاز على البطولات. كذلك ميسي خلاص فاضل له بطولتين، فاضل له شويه حاجات بسيطه ويبقى هو عمل كل حاجه في الكوره، اسيست او اهداف او جون او ايا كان. فاضل له 11 جون برضه في دوري ابطال اوروبا ويوصل لرونالدو الهداف التاريخي. برضه خلينا نتكلم ان ميسي ورونالدو عملوا كل حاجه في الكوره. مين احسن من مين؟ مفيش، انا مش شايف، انا في وجهه نظري مش شايف في حد احسن من التاني. الاثنين استحوذوا على البالون دور بقالهم 15 سنه. ممكن تلاقي نفسك منتخب البرتغال وانت بتشجعه مع رونالدو تلاقيه خسر في كاس العالم. طب بعد ما رونالدو يعتزل هتلاقي البرتغال خدت كاس العالم. هي ملهاش قاعده. كان ممكن ميسي على فكره يا جماعه يخسر نهائي كاس العالم لو كان ايميليانو مارتينيز مش في الموت، لو كان منتخب فرنسا فايق من اول الماتش كان زمان الارجنتين شالت. مبابي طبعا يعني لسه زي ما بنقول في الكار جديد، يعني هو وهالاند. خلينا نتكلم في ميسي ورونالدو. رونالدو وميسي في حته ثانيه، بلاش نقعد نقول ان ميسي هو الافضل، رونالدو هو الافضل. نجيب في تاريخ ده ونجيب في ارقام ده، في الاخر المحصله صفر. تبقى مشجعين ميسي ومشجعين رونالدو في خناق وفي نزاع، وناسين ان الاثنين دول بيقدموا افضل كوره في العالم لحد عصرنا الحالي. لما اجي بعد 20 سنه يحيينا ويحييكم ربنا، لما نقعد مع اولادنا نحكي لهم عن ان احنا كنا بنتفرج، كنا بنشوف ميسي وهو بيعدي من نص الملعب والهدف المارادوني اللي جابه، ولا رونالدو لما بمراوغاته في مانشستر يونايتد، ولا
الوكالات الحرة ولا المقصية في نادي يوفنتوس والاحترام الجماهير الإيطاليان ليه. كفاية إن إحنا بنشوفه بنستمتع بكرة القدم. يعني الواحد مش متخيل إن بعد ميسي ورونالدو ما يعتزلوا الكورة إحنا هنتفرج على إيه بجد والله. يعني إحنا هنتفرج على إيه؟ الناس دي بتقدم كرة حلوة، كرة حلوة. يعني الكرة ما بين رجليهم سحر بصراحة. أتمنى يعني إن أنتوا أي حد بيتفرج على الفيديو ده إن إحنا نبطل بقى نفسنا ما بين ميسي ورونالدو ومقارنة وأرقام ومش عارف إيه الحاجات دي ملهاش لازمة. لو قعدنا نتخانق من هنا للصبح ونحاول نعرف مين هو الأفضل مش هنلاقي حاجة أفضل من اللعبة اللي هما بيقدموها. سيبوا نفسكوا للكورة واتفرجوا على فيديوهاتهم واتفرجوا على الماتشات اللي فضلنا لهم، لأن إحنا مش هنلاقي النوعية دي تاني غير يحيينا ويحييكم ربنا كام سنة. حاجة زي ميسي ما بتتكررش، رونالدو مفيش حاجة. ما اعتقدش ان في القريب العاجل او في المستقبل القريب دوت ان هنلاقي واحد طالع كده من مدينة بيفاجئنا ان هو شبه رونالدو. رسالة والله بجد متعصبين قوي لرونالدو او ميسي. كذلك النادي الاهلي او نادي الزمالك لما حد يجي يقول لي انت اهلاوي ولا زملكاوي، لا مش ما يغركوش التيشيرت ان انا اهلاوي، لا والله انا بشجع الكرة الحلوة. بشجع الكرة الحلوة وعندي زي ده ابيض عادي جدا يعني. الفكرة في حاجة يا جماعة ان احنا نشجع الكرة الحلوة او ان احنا نتفرج على الكرة ونستمتع. في ناس والله يا جماعة بيجي لهم سكتة قلبية بسبب تشجيعهم او ان هم خسروا من فريق منافس او ايا كان. استمتع بالكورة، ادي حماسك وادي حرق دمك دي للفريق اللي بيأدي صح. لكن يعني تبقى المعضلة زي ما هي. بس اتمنى يعني ان احنا نحاول نفض الصراع دوت ونستمتع بكرة القدم، لان كرة القدم اساسها رياضة واساسها اخلاق واساسها روح. فاتمنى اكون خفيف عليكم، والى اللقاء في فيديو قادم باذن الله، وسلام.